نشرة الأخبار من قناة الدلتا الفضائية في طنطا. أهلا بكم. نبدأها بعناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع إكليلا من الزهور على نصب التذكاري للجند المجهول لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وحظر الدعاية الانتخابية لأعضاء هيئة التدريس داخل جامعة طنطا. العقيدة العسكرية وتحديات بناء الوطن في ندوة بمركز إعلام طنطا. إلى تفاصيل الأخبار. أكد الرئيسان عبد الفتاح السيسي والتونسية الباجي قايد السبسي عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية والحرص الدائم على تعزيزها وتطويرها، مشيرين إلى ضرورة العمل على الارتقاء إلى آفاق أرحب بما يحقق ويعظم المصالح المشتركة بين البلدين. علاقات متميزة تقوم على أواصر الأخوة والصداقة بين مصر وتونس، وهذا ما ظهر جليا خلال زيارة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لمصر واستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيادته. وخلال المباحثات المشتركة أكد الجانبان حرصهما على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها لآفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنتائج الإيجابية للدورة ال15 للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي استضافتها تونس في شهر سبتمبر الماضي. واليوم فقد أكدت والسيد الرئيس على عزم حكومتي البلدين على سرعة العمل على تفعيل هذه الاتفاقات وتزيل أي معوقات إجرائية بما يضمن دخولها حيز النفاذ، وكذا ضرورة دفع التبادل التجاري وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للمزايا التي تحاها الأطر المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في هذا الشأن. وتناول السيد الرئيس في كلمته التطورات المؤسفة وغير المقبولة التي يشهدها الحرم القدسي الشريف. وأكد السيد الرئيس على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الشعب السوري، مرحبا في الوقت ذاته باتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار في ليبيا. ووسط هذه التحديات الجسامة التي فرضت علينا خلال السنوات الأخيرة وتفاقمت آثارها بسبب اندلاع صراعات متعددة داخل بعض الدول العربية الشقيقة، فضلا عما تقوم به بعض الأطراف لجر المنطقة إلى منعطف خطير، فقد اتفقنا على دفع آليات التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات وفي مختلف المجالات والقضايا، حتى نتمكن سويا من مواجهة واجتياز المخاطر التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية. من جانبه أكد الرئيس التونسي توافق الرؤية بين البلدين، مقدما التهنئة لمصر حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر التي أعادت للجيوش العربية كرامتها. أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأن أتوجه بالتحية إلى الشعب المصري الشقيق وأهنيه بالاحتفال القادم أظن غدا بالعبور، يعني يوم 6 أكتوبر 73، وإحنا في تونس قد تتبعنا هذا بالجزئيات بتاعه، وأعتقد وأن 6 أكتوبر والعبور أرجع إلى الجيوش العربية جمع كرامتها. زيارة الرئيس التونسي لمصر تؤرخ لمرحلة جديدة متجددة بين البلدين قوامها المصالح المشتركة والعروبة المتأصلة. بمناسبة الذكرى 42 لانتصارات أكتوبر، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة
يرافقه الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة قاموا بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، كما قاموا بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مصر الأبرار. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه. حضر المراسم عدد من أعضاء أسرة الرئيس الراحل السادات وكبار رجال الدولة. على صعيد متصل، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بكبر القبة، ووجه السيد الرئيس التهنئة لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قادة وضباط وصف وجنود بهذه المناسبة القومية. ناقش المجلس خلال الاجتماع موضوعات مرتبطة بالأمن القومي المصري وتأمين الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة وأنشطة وإسهامات القوات المسلحة في دعم خطط التنمية للدولة خاصة في شبه جزيرة سيناء. أعلن الدكتور محمد مختار جمعة رئيس بعثة الحج الرسمية ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إثر حادث تدافع مشعر منى إلى 138 حاجا وحاجة، وبلغ عدد المصابين 17 مصابا. وأضاف جمعة في مؤتمر صحفي عقب تقديمه تقريرا لرئيس الوزراء عن موسم الحج، أضاف إلى أن عدد المفقودين قد وصل إلى 96 مفقودا، مؤكدا على وجود متابعة دائمة للمصابين من جانب البعثة الطبية السعودية. كل إنسان بذل أقصى ما في طاقته وقام بواجبه الوطني والمهني، والحقيقة الحدث كان كبيرا وكان صعبا، ولولا تكاتف الجهود ما استطعنا أن نصل حتى إلى ما وصلنا إليه من المتابعات التي أعرضها على حضراتكم. أولا بالنسبة للمصابين، هناك الحقيقة متابعة وعناية غير عادية، عناية فائقة، سواء من جانب المستشفيات السعودية ووزارة الصحة أم من جانب البعثة الطبية المصرية. أنباؤنا المحلية نبدأها من محافظة الغربية. افتتح سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بالصنطة بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وتتكون من 24 فصلا دراسيا و8 فصول رياض أطفال وحجرتي كمبيوتر ومكتبة ومعملين منها معمل تحضيري. جاء ذلك خلال زيارة محافظ الغربية لمركز ومدينة الصنطة يرافق ممدوح حجرس رئيس المدينة، حيث قام بحضور ندوة عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية مشروع عقب نادي المعلمين بالصنطة. تناولت الندوة شرح أهداف إقامة المشروع والدور الذي يقوم به لخدمة الشباب وتقديم فرص عمل جديدة غير نمطية لمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المشروعات الصغيرة. على صعيد آخر في الغربية أيضا، كان عنوان العقيدة العسكرية وتحديات بناء الوطن هو عنوان الندوة التي نظمها مركز إعلام طنطا في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. استاذ فاطمه المرداش وكيل الوزاره لاعلام وسط وشرق الدلتا، برحب بحضرتك والنهارده ندوه عن انتصارات اكتوبر، يعني موسم انتصارات دلوقتي بتنظموا العديد من الندوات حول هذا الانتصار، ايه الندوه اللي بتقدموها النهارده؟ عايز اقول لحضرتك قطاع الاعلام الداخلي التابع لهيئه اعمال الاستعلامات عامل حمله اعلاميه مكثفه للتوعيه بالبطولات العسكريه المصريه بصفه عامه وبتاريخ بطولاتها وبصفه خاصه حرب اكتوبر.
هذه الحملة بتتناول ندوات، أفلام وثائقية، معارض لصور فوتوغرافية لحرب أكتوبر، أوبريتات غنائية عن حرب أكتوبر، بالإضافة للأغاني الوطنية من مقرات مجمعات مراكز الإعلام في محافظاتنا كلها. أنا تابعنا في الإدارة المركزية مراكز الإعلام في الغربية وفي المنوفية وفي الدهلية وفي دمياط وفي الشرقية بتشارك في هذه الحملة الإعلامية. النهاردة بداية الأنشطة الإعلامية بينفذها مجمع إعلام طنطا، عامل النهارده ندوه تحت عنوان العسكريه المصريه وتحديات بناء الوطن. بنتكلم فيها عن بطولات العسكريه المصريه والتحديات اللي بتواجه الوطن على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. بنوصل رساله من خلالها للشباب والجمهور العام المشارك معنا النهارده، وفي كل ندواتنا بنوصل لهم رساله، بنعرفهم بتاريخ العسكريه المصريه، بنعرفهم بالتحديات بتواجه الوطن على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، دور الجيش المصري في حمايه مصر، وخاصه في قبل كده تحرير سيناء في 73 من 42 سنه، دور الجيش المصري بعد ثورتي 25 يناير و30/6 في الحفاظ على الدوله، في الحفاظ على الوطن، مواجهه الارهاب، دوره كمان في مواجهه الشائعات والمعلومات، وده بنركز عليها اللي بتستهدف طبعا الشباب بصفه خاصه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر والواتساب وغيرها. دي يعني وسائل بتعتبر بالظبط كده بينشر من خلالها المعلومات والشائعات المغرضه اللي ممكن تسقط اوطان. الندوه يعني النهارده طبعا مشكوره الاستاذه فاطمه، عامله عنوان عالمي بيقول ان العسكريه المصريه وتحديات بناء الوطن. فانا يعني انا عجبني العنوان قوي، بس عايزين نخوض فيه كويس. يعني نقول ايه؟ ان العسكريه يعني بتحط تحديات عشان تبني وطنها. ازاي؟ بالعمل. يعني لما هندخل في شغل العسكريين هنلاقي انه في حاجات كتير قوي 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 قوي، يعني نقول منها التخطيط والتدريب والتأهيل وحاجات كتيرة جدا جدا جدا. انا اتخيل ان احنا في هذه الذكرى الطيبة وبنقول لكل شعب مصر كل سنة وانتم طيبين، ان احنا المفروض ان احنا نتمثل بما يحدث في القوات المسلحة في كل الهيئات. هذه الندوة تعتبر احد اللقاءات في اطار السلسلة الاعلامية اللي بتقوم بها ادارة اعلام من وسط دلتا وغيرها من الادارات تبع الهيئة العامة للاستعلامات، باعتبارها لها دور تثقيفي وتوعوي لنشر ورفع وتنمية الوعي لدى الشباب بأهم قضايا المجتمع. احنا على مدار هذا الشهر مفيش يوم بيعدي الا ما بنعمل فيه ندوة، ملتقى شبابي، منتدى ادبي، بندعو فيه كافة القيادات يشاركونا لغرس قيم الولاء، وقد ايه نعرف الشباب بأهمية هذه الحرب ودورها في انها نستلهم منها العبر والعظة والدروس المستفادة في دفع بحركة التنمية الى الامام باذن الله. ما زلنا في محافظة الغربية، حيث قرر مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة اليوم حظر جميع أشكال الدعاية الانتخابية لأعضاء هيئة التدريس من جامعة طنطا أو من الجامعات الأخرى، سواء بالقائمة أو الفردي داخل كليات الجامعة ووحداتها وأروقة الحرم الجامعي. أشار الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا إلى أن القرار يشمل حظر تعليق اللافتات أو تنظيم الندوات أو اللقاءات الجماعية أو الفردية مع الطلاب أو العاملين أو إلقاء المحاضرات، وكذا حظر مشاركتهم في تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة من خلال دورات تنمية الموارد البشرية أو مراكز التدريب بالجامعة. ما زلنا في محافظة الغربية، حيث شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية بنطاق دوائر مراكز وأقسام المحافظة لإعادة الانضباط الأمني وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، أسفرت عن تنفيذ 305 حكما قضائيا وضبط 26 قطعة سلاح متنوعة. كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 17 مسجل خطر و9 مشتبه فيهم جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وجاري إخطار النيابات المختصة بمراكز وأقسام المحافظة. أقامت شعبة التكييف والتبريد بالغرفة التجارية بالغربية احتفالا بتخريج الدفعة الأولى ممن اجتازوا الدورة التدريبية للتبريد والتكييف، والتي تعد فرصة لتأهيل الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل حقيقية في السوق المصري والحد من نسب البطالة.
عبد الفتاح بصلة مدير عام الغرفة التجارية بالغربية، برحب بحضرتك. والنهارده بنشوف انتهاء فترة تدريب وتشغيل الشباب الحاصلين على دورة تبريد وتكييف. خطة الغرفة في الاهتمام بتدريب الشباب وتشغيلهم. النهارده انا الاول برحب بيكم وبقول للشعب المصري كل سنة وانت طيب، وان احنا بنعيش النهارده ازهى عصور مصر وانتصارات 6 اكتوبر العظيم اللي اظهر فيها الفرد المصري بقدرته على تحدي الصعاب. والنهارده احنا بنبني شباب مصر، بنديهم دوره تخصصيه وانتهت الدوره، قعدت استمرت شهر نظري والفتره لحد الان كانت عملي، والنهارده بيتم تكريمهم وحصولهم واجتيازهم على الدوره التدريبيه وحصولهم على الشهاده بتاعه التخرج، وان شاء الله يلتحقوا بالشركات اللي هم حضرتك يعني يلتحقوا بالشركات الموجوده حاليا دلوقتي فيها. واللي عاوز بقى يسافر خارج مصر ماشي، اللي هيشتغل في الشركه اللي هو موجود فيها اهلا وسهلا بيه. الدوره كانت منظمها شعبه التبريد والتكييف داخل الغرفه. نعم كانت طبعا بموافقه السيد رئيس مجلس الاداره ومجلس اداره الغرفه التجاريه، والفكره طبعا تم تبنيها من شعبه التكييف والتبريد، وانا بشكرهم على مجهودهم والساده اعضاء مجلس اداره الغرفه التجاريه. هنا عندنا مشكله في ازمه الفنيين، فاحنا فكرنا بينا وبين بعض كشركات تكييف اعضاء في الشعبه هنا ان احنا ندرب الناس، وبالفعل ان احنا نلغي حكايه البطاله ونساعد في حلها، وفي نفس الوقت مشكله الفنيين اللي عندنا كلنا عجز فيها، فالاستفاده للناحيتين. ففكرنا وعرضنا الموضوع على الاستاذ عبد الفتاح بصله امين عام الغرفه، عرضوا على الحاج محمود عواره رئيس الغرفه ورحبوا بالفكره، قدموا لنا كل التسهيلات ان احنا قدرنا نعمل هنا الدوره. قعدنا شهر هنا نظري، وبعد كده خدناهم في شركاتنا وزعناهم على شركات تكييف في الغربيه عملي، قعدوا لغايه دلوقتي والحمد لله. يعني انت شايف بنفسك العدد. يعني احنا بنفتح مجال للتدريب للطلبه في اي مجال، فاحنا فتحنا مجال التبريد والتكييف عشان ندربوا الطلبه بدون مقابل، وبنصرف احنا من الشركات من معانا عليهم على الدوره بالكامل عشان نأهل الشباب اللي يشتغل في المجال ده كله. الدوره دي ساعدتنا كتير في ان هي اتاحت فرصه عمل للشباب، وان هي فتحت لنا مجال في مجال التكييف والتبريد. سعيد انك خدتها وبتعتبرها فرصه عمل حقيقيه بالنسبه لك؟ طبعا. وهتستمر في التخصص ولسه احنا اتدربنا نظري والعمل لسه شغال مستمر ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، هي الدوره ديت مفيده جدا، واحنا خدنا شهر نظري ومن بعد الشهر ان شاء الله لغايه دلوقتي شغالين عملي في المركز خدمه. حابب المجال ده وتتمنى فرص عمل فيه؟ الحمد لله رب العالمين طبعا اكيد بدون شك، الحمد لله ربنا كرمنا وفادنا كتير قوي. في المنوفية أعلن الدكتور محمد عبد العظيم البرديني عميد كلية الهندسة بجامعة المنوفية عن فوز فريق من طلبة قسم الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بجائزة أفضل مشروع في مسابقة يوم الهندسة المصري في مجال هندسة الاتصالات عن مشروع راصد. أشار الدكتور عاطف أبو العزم المشرف العام على المشروع إلى أن راصد هو مشروع يعتمد على الفكرة الكشف عن مصادر الخطر مثل الأسلحة والمتفجرات والأجسام الغريبة في مسافة طويلة نسبيا بعيدا عن المباني أو أي هدف، وتعتمد هذه التقنية على رادار المراقبة ومن خلال موجات الميكروويف التي سيتم تركيبها أمام المباني لدراسة مجال معين. في دمياط أكد المهندس حمدي غربية مدير عام الإرشاد الزراعي بدمياط أنه تم الانتهاء من حصاد 25,000 فدان و942 فدانا من محصول الأرز في المحافظة بنسبة 60% من إجمالي المساحة المنزرعة بالأرز بالمحافظة، والتي بلغت 58,694 فدانا. شدد على أنه حتى الآن لم تحدث حالة واحدة لحرق قش الأرز في نطاق المحافظة ولم يتم ضبط أو تحرير أي محاضر. أوضح أن المديرية جهزت 19 مكبسا لقش الأرز للبدء فورا بكبس القش الناتج عن محصول الأرز من أجل القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز بالمحافظة. في كفر الشيخ أكد الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد محافظ كفر الشيخ أنه سيتم عقد اجتماع لبحث ومناقشة كيفية الاستعداد للعملية الانتخابية لبرلمان 2015. الجدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ ضمن محافظات المرحلة الثانية والتي تضم 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقالية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ويجرى الاقتراع بها يومي 22 و23 من نوفمبر. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 30 من نوفمبر والأول من ديسمبر، وداخل الجمهورية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين الأول والثاني من شهر ديسمبر القادم. من أخبارنا الاقتصادية في نشرة اليوم: غلب التراجع على مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع متأثرة بمبيعات المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية، وانخفض مؤشر EGX 30 بأكثر من 0.5%، متخليا بذلك عن مستوى 7207 نقطة. كما تراجع مؤشر EGX 50 متساوي الأوزان بنحو 8%. كذلك انخفض المؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنحو 6%. كما سجل المؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا قاربت نسبته 4%. أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي والمستورد في إنتاج الخبز المدعم يكفي حتى الأسبوع الأول من مارس القادم، وذلك بعد أن تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس على شراء 265 ألف طن روسي وأوكرانية عن طريق المناقصة التي شارك فيها شركات محلية وعالمية تتضمن 60 ألف طن قمح أوكراني و275 ألف طن قمح روسي بمتوسط سعر 199 دولار. ومن المقرر أن يبدأ التوريد اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل ولمدة 10 أيام. وفي أخبار الاقتصاد أيضا إلى حضرتكم أسعار العملات الأجنبية والذهب لهذا اليوم. يتوقع خبراء الأرصاد أن تميل درجات الحرارة نحو الانخفاض ليسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات الدلتا بيانها كالتالي: انتهت نشرة الأخبار. نشكركم لطيب المتابعة في أمان الله.